مرحبا بكم في أخبار الكرة المغربية من قناة كرة نيوز اليوم. معنا موضوع حساس وكيشع الأجواء في الليجا الإسبانية، وهو تصريح رسمي من ريال مدريد حول حادثة الهتافات العنصرية ضد نجم برشلونة الشاب لامين يامال خلال المباراة الكلاسيكو الأخيرة. التقارير الصحفية أفادت أن بعض مشجعي ريال مدريد بملعب سانتياغو برنابيو وجهوا بإهانات عنصرية إلى لامين يامال، اللاعب اللي قدم أداء مميز رغم الهزيمة الثقيلة لريال مدريد أمام برشلونة ب4 أهداف مقابل لا شيء. المباراة اللي جمعت الفريقين كانت ضمن منافسات الجولة 11 من الليجا الإسبانية. ريال مدريد أصدر بيانا رسميا اليوم كي يؤكد في إدانته القوية لأي تصرف عنصري أو كراهية سواء في كرة القدم أو الرياضة عموما ووصف سلوك بعض الجماهير في الملعب بالليلة الماضية بأنه غير مقبول ومؤسف. النادي عبر عن أسفه العميق وأعلن فتح تحقيق فوري لتحديد هوية مرتكبي الإهانات العنصرية واتخاذ إجراءات تأديبية وقانونية ملائمة ضدهم. المباراة اللي سجل فيها لبرشلونة كل من ليفاندوفسكي بهدفين ولامين يامال ورافينيا انتهت بفوز كاسح للبلوغرانا اللي رفع رصيده إلى 30 نقطة مبتعدا بس نقاط عن وصيف ريال مدريد. الواقعة أثارت استياء جماهيري كبير وتفاعل كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا مع تصاعد حملات مكافحة العنصرية في الملاعب الأوروبية. سؤال اليوم: واش غادي تكون هناك إجراءات حاسمة للحد من التصرفات؟ وشنو هي توقعاتكم لكلاسيكو العودة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في قناة الكرة نيوز وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. نشكركم على المتابعة ونلتقي في حلقات مقبلة